السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. هناخد النهاردة درس جديد من دروس مادة الفلسفة بعنوان التفلسف وعلاقته بالقيم. في البداية عايزين نعرف يعني إيه معنى التفلسف. التفلسف هو النشاط الفكري اللي بيتناول حقائق الحياة باستخدام النظرة النقدية بدلا من قبول الأمور على علتها. فلما نيجي دلوقتي ناخد أهمية التفلسف، إحنا بنتفلسف ليه؟ عشان 3 حاجات مهمين جدا. أول حاجة عندنا إن هو بينتج عقول ناضجة تمتلك سماحة وسعة أفق، شخصية مستقلة شجاعة واثقة من نفسها وتشعر بالمسؤولية عن قراراتها. تاني حاجة عندنا المرونة الفكرية مع التحرر من التعصب أو العنف أو السلبية أو اللامبالاة. تالت حاجة عندنا اللي هي بالنسبة للمجتمع هو السبيل لحدوث التقدم. طيب لما نيجي نشوف كده مثال على كده، زي بالظبط الصحفي المفكر اللي بيتعامل مع كل الأفكار بموضوعية ودون تعصب وتحيز. لما نيجي دلوقتي ناخد ايه هي معوقات التفلسف، هنلاقي ان التفلسف لا ينمو في بيئات بيمارس افرادها القهر والسيطرة. ومن أمثلة ذلك عندنا أول حاجة عندي لما يبقى في بيئة أسرية لا تسمح بالحوار. تاني حاجة عندنا بيئة تعليمية بتعتمد على ثلاثية التلقين والحفظ والاستظهار. تالت حاجة عندي أجهزة أعلام لا تؤمن بتنوع الأفكار. طيب إيه هو المعنى الفلسفي للقيم؟ المعنى الفلسفي للقيم هنلاقي إن مبحث القيم اللي هو اسمه الأكسيولوجيا هو أحد المباحث الأساسية في الفلسفة، وبيضم عندنا 3 قيم مطلقة بتمثل المثل العليا، وهي قيمة الحق، قيمة الخير، قيمة الجمال، ودول احنا درسناهم في الترم الأولاني.